عاجل. إيران تتهم هذه الدولة بالتسبب في حادث الطائرة ووفاة رئيسي ومرافقيه. علق وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف على حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني ما أدى لمقتله وجميع مرافقيه. وقال ظريف أن أحد أسباب هذه الحادثة المفجعة هي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسببت بحظرها بيع الطائرات وقطع الغيار والصيانة للطائرات، وهذا في مقتل الرئيسي ورفاقه، وهذا حسب وسائل إعلام إيرانية. يذكر أيضا أن المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني رئيسي والتي تحطمت في شمال غربي إيران كانت أمريكية من طراز بيل 212. والآن إيران تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الحادث، وهذا بحظرها أو الضغوطات التي تمارسها على إيران.